من باب المجازفة، ولكن من باب ان مصر ديت ليست كلمات وفقط. مصر دي ضربة بجذورها في عمق التاريخ. مصر ديت هي الدولة القادرة على فرض وتغيير قواعد اللعبة الإقليمية. استطعنا ونستطيع، ولذلك كمان لازم رئيس الوزراء الأحاديث اللي تتداولها وسائل الإعلام الدولية حوالين منح قروض 10 مليار رايحين، ناس هتحط ودايع، ناس مش هتسحب ودايع. لابد أن نفصل ما بين ما هو مستحق اقتصاديا، لأن مصر برضه مش دولة صغيرة ولا احنا بنستجدي أحد. أمن مصر كمان الاقتصادي هو مسؤولية العالم ومسؤولية الشركاء الإقليميين. أنا حايش عنكم كتير، مصر حايشة عن أوروبا وعن شركائها الإقليميين كتير. نحن لا نستجدي أحد ولا بنطلب عطايا من أحد، ده فرض عين على الجميع من حقوق ما كانوا ليستطيعوا أن يحصلوها لولا أن هناك دولة كبيرة تسمى مصر في هذه المنطقة. هي دي مصر يا سيادة الرئيس، هي دي مصر دولة رئيس الوزراء. هنا في هذا التوقيت محتاجين إجابات واضحة النهاردة تطمئن البرلمان وتطمئن الشعب المصري وترسل رسائل واضحة للخارج. الاستهانة بالأمن القومي المصري والأمن القومي العربي مع جرائم النازية في التصفية للقضية العربية وسقوط الشهداء تحت أبشع جرائم الاحتلال. لم يعد هناك قانون دولي. اتفاقية جنيف انهارت، ملاحق اتفاقية جنيف لم يعد لها وجود، المؤسسات الدولية لم يعد لها قيمة، الجناية الدولية لم يعد لها قيمة. كل هذه المؤسسات وأوراقها سقطت في وحل التاريخ أمام صمود الشعب العربي الفلسطيني في غزة. عاشت غزة وعاشت فلسطين وعاشت القدس وعاشت الأمة العربية، وفي القلب منها مصر عاصمة العروبة أبد الأبدين. شكرا سيادة الرئيس. شكرا سيادة